الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ وشكرا جدا على التفاعل بتاعكم على الفيديو بتاع تنظيف السطح، يعني ما شاء الله يعني، واتمنى ان انتوا كل الفيديوهات اللي انا بعملها تنال اعجابكم. النهارده يوم عرفات، يوم جميل من احب الايام عند ربنا. اتمنى يعني الناس كلها تستغل اليوم دوت بالدعاء. افضل حاجه تعمليها في يوم عرفات الدعاء، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. في الفيديو دوت هعمل لكم الروتين ان احنا فرش الشقه، وجوزي عمل معايا حاجات حلوه جدا، بسطتني جدا جدا، كنت طايره من الفرح. ممكن جوزك يساعدك بحاجات بسيطه في الشقه، بس يحسسك ان انت ان هو حاسس بيكي، حاسس بالمجهود اللي انت بتعمليه. يعني غلط جدا ان الست تبقى مثلا، طبعا الرجاله كلها خدت اجازه، ان الست عماله تفرش وتمسح وتشيل وتحط والرجاله قاعده تتفرج عليها. فيساعدها باللي يقدر عليه. اليوم دوت بصراحه جوزي ساعدني في حاجات كتير قوي، يعني هوريها لكم دلوقتي في الفيديو وهيفرحكم معايا. اتفرجوا بقى الفيديو للاخر، واللي طبعا اول مره يشوفوا القناه يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا مبسوطه جدا الحمد لله، فرحانه جدا. هقول لكم الاول على الادعيه اللي انتوا تقولوها يوم وقفه عرفات، حتى لو انتوا هتتفرجوا على الفيديو بالليل برضو قولوها، يعني قولوا الدعاء على قد ما تقدروا. اول حاجه اللي يستحب ان انت تبداي الدعاء بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. بعد كده بتدعي باسماء الله الحسنى، والدعاء اللي هو كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أحب الأدعية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن أحب الأدعية اللي أنا بحب أدعيها لنفسي عامة: اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني يا رب أنت صلح حالي كله. يعني تخيل إن ربنا عز وجل هو اللي هيصلح حالك، كل حاجة بقى في حالك، في حياتك، في دنيتك، ربنا هو اللي هيصلحها لك، مش كمان ولا تكلني الى نفس طرفة عين. يعني ده جميل جدا جدا، بحب اقوله، ولما بقوله بحس باحساس حلو جدا ان ربنا يصلح حالي كله. دلوقتي الستاره اللي انا بعملها لكم دي كنت بجرب احط ستاره في الطرقه يعني، فالستاره دي ما عجبتنيش فهركب ستاره تانية. طبعا انا هقول لكم على الحاجات اللي هتنفعكم في الاخره الاول، بعد كده ايه الروتين. ممكن تتفرجوا على الفيديو تاني وتشوفوا الروتين اللي انا بعمله ايه. تنظيفات طبعا عاديه، كلنا بنعمل التنظيفات ديت. عملت الستاره ديت لقيتها خفيفه كده، وظهر كمان المطبخ وعشان الحر، والستاره التانية ما عجبتنيش. بالنسبه للروتين اللي انا بعمله، ممكن تستخدمي اي حاجه قديمه، يعني اي مثلا ستاره مش بستخدمها استخدمتها كفرش بياضات للانتريه. حاجه تانية مثلا ملايه قديمه مش بستخدمها، ممكن اقصها واستخدمها مثلا مفرش او استخدمها حاجه تانية. هنا نظفت السلم كله، وهنا هنضف طبعا
الحمام وهفرش الانتريه وهنضف المطبخ معاكم. التنظيفات العميقه انا كنت عاملاها معاكم كل لو الناس اللي عارفاني يعني ومتابعيني كنت عاملاها معاكم لما انا كنت مبيضه من قريب وعامله الرخامه وعامله المطبخ، فنضفت كل حاجه في الشقه من الالف للياء. فيعتبر بس هنا يعتبر تنظيفات من على الوش بس. نكمل بقى عن اليوم دوت ازاي تستغليه، حتى لو انت مثلا دلوقتي هتتفرج على الفيديو ده بالليل. طبعا الصيام والصلاة والدعاء، قلنا الدعاء ثم الدعاء في اليوم دوت افضل من خدمة الحجاج، وافضل من قراءة القرآن. يعني افضل من حاجات كتيرة جدا. اهم حاجة تكثفي الدعاء. قلنا ندعي الاول الصلاة والسلام على سيدنا محمد وباسماء الله الحسنى، وبعد كده بتدعي الادعية اللي انت عايزاها، وما تخليش كل الادعية تركز يعني على الادعية الدنيوية، يعني يا رب انا عايزة كذا وعايزة شغلة وعايزة وظيفة وعايزة اولاد او عايزة، لا، كمان خلي في أدعية للآخرة. يعني ايه أدعية للآخرة؟ اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم اجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اجعلني مع صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. الأدعية ديت اللهم ارزقني السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعل الدنيا همي. في أدعية جميلة جدا جدا، إن شاء الله أعمل لكم فيديو مخصص على الأدعية ديت. أنا كاتبة الأدعية بتاعتي اللي أنا نفسي أقولها يوم عرفات على اللهم صل على النبي، حطها في ورقه وكاتباها وحطها على التلاجة عشان ان شاء الله عشان ما انساهاش في يوم عرفه. الفيديو ده انا قلت لكم ان هو روتين قبل يوم عرفه. فطبعا لو لسه صحيوا كان عايزين يفطروا، انا صحيت من بدري عشان اخلص الشقه من الساعه 8 الصبح، قلقانه وحاسه ان عندي طاقه كده وفرحانه. قمت اخلص اللي ورايا على الظهر كده، كنت خلصت معظم الحاجات. جوزي ربنا يكبر بخاطره اول حاجه عملها معايا نزل اشترى الفطار واشترى لبن وشاف الحاجات اللي ناقصه مثلا في البيت ونزل جابها لي. اللبن عشان ما يلزقش في بعضه خليت كل نص كيلو في شنطه لوحديها وبفرزهم في التلاجة، لما بنعوز بنطلع نغليه على طول ويفك. دي المواعين بقى انا خلصتها على طول كده اهوت، وانا واقفه بحضر الفطار ليهم عملت المواعين. هيعمل معايا ايه بقى جوزي النهارده في الفيديو دوت؟ يعني انا لقيت نفسي عماله اروق وانضف واعمل حاجات كتيره جدا. فقلت له ما تيجي تساعدني كده في حاجه بسيطه، بديله الحاجات اللي يقدر هو يعملها لي. طبعا اوضه النوم عايزه تتروق، انا كنت مروقاها تحت السراير ومروقه كمان الدولاب من جوه وكل حاجه والادرجه ومنظمه كل حاجه فيها. ما فاضلش بس غير فرش السرير وفرش السجاده والتلميع. فقلت له انا هلمع الازاز وانت تعالى لمع معايا الخشب. طبعا انا بعمل لكم دلوقتي الفيديو متاخر فصوتي رايح خالص، الحمد لله من المجهود اللي انا عاملاه. هلمع انا الازاز وانت لمع لي الخشب. فقلت له معلش دوس على نفسك وتعالى لمع لي الخشب. فهو بقى ايه زي ما يكون كده مصدق، بقى عنده نشاط وباور وطاقه كده وحماس. جاب جملكه، حاجه اسمها جملكه، وقال لي انا خليكي الخشب دوت يلمع طول عمرك. قلت له ماشي. هيلمع لي بقى اوضه النوم وهيخليها تحفه. احنا هنا كده حضرت الفطار، حضرت طماطم كده والطعميه، ما كانش عندي ولا نقطه زيت. تخيلوا بقى اكتشفنا في الاخر ان احنا ما عنديش زيت خالص من كتر ما انا مشغوله بكذا حاجه بعملها في البيت. وعندي فعملت الطعميه بمعلقه سمنه، معلقه سمنه كده، وطلعت تحفه طعمها جميل جدا. يعني لاي حد الزيت عنده غلس او عنده ازمه في موضوع الزيت. ولما نزلت بالليل اشتريت المشتريات بقى بتاعه يوم الوقفه. اتفرجوا على الفيديو اللي هينزل لكم بعد ان شاء الله، فيديو اجمد من ده ان شاء الله. جبت الزيت اخيرا جبت الزيت. بس بجد يعني الزيت لما بينقص او اي حاجه من الحاجات الاساسيه موجوده في المطبخ بتنقص، بتبقى مشكله. زيت، سكر، رز، يعني الثلاث حاجات دول الواحد ما يستغناش عنهم. فعملت الطعميه وخلاص بمعلقه سمنه ورضا على كده. فاتفرجوا بقى الفيديو على الاخر، شوفوا جوزي هيعمل ايه في اوضه النوم وهيحولها لحاجه تانية خالص. واخر الفيديو بعد ما خلصت الروتين وخلصت بقى الترويق وكل حاجه، ما فاضلش غير فرش السجاجيد. هعملها معاكم في تاني يوم بقى عشان اوريكم المشتريات. جبنا لبس جديد للاولاد، وجبت حاجه كان نفسي فيها جدا جدا جدا، كنت هموت عليها انا بحلم بيها وصاحي احلم بيها، ونزلت اشتريتها بالليل برضو، واشتريت حاجات للاولاد حلوه جدا. اتفرجوا على الفيديو بقى بتاع يوم الوقفه هيفرحكم جدا جدا. ويعني شجعوني كده بالاشتراك يعني في القناه، واجبروا بخاطري كده، ربنا يكبر بخاطركم. ده الحمام خلاص خلصناه. انا كنت برضو عامله فيديو معاكم في الحمام من قريب، تنظيف الحمام من الالف للياء. يعني السيراميك دوت انا نضفته كله، دي تنظيفه من على الوش بس، وفرش العيد بس. الحاجات دي فرشتها للعيد، مع ان اولادي مش بيخلوا حاجه الحمد لله. وكمان هدوم غسلتها على ايدي كده وسبتها تتصفى شويه، بعد كده هنشرها.
والازاز وكل حاجه الحمد لله لما عيناه. ربنا يبارك لنا في صحتنا يا رب، وصحتك هتتحاسبي عليها، عملتي فيها ايه واستخدمتيها في ايه وضيعتيها في ايه عمرك. حاولي تستفيدي من كل يوم فيه، مش لازم مجهود كتير، بس نظمي وقتك، جزء مثلا للعباده، جزء لنفس ليكي انت، تقراي قران، تقراي كتب، تهتمي بنفسك، تهتمي بالنظافه الشخصيه. جزء خليه لاولادك، ما يبقاش يعني ما تسيبيش الوقت كده يروح وخلاص. الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك. كده احنا خلصنا يعتبر نص الروتين. هنخش بقى على الغسيل. قبلها بيوم كنت عامله روتين وصورته لكم، بس قلت بلاش انزله بقى عشان ايه، قلت الفيديو اولى من الفيديو التاني، فقلت انزل لكم الفيديو ده على طول. بصراحه يعني انا مش فاضيه اصور ولا امنتج ولا، وكمان شغل البيت ومعايا 4 اطفال، فحاجات كتيره جدا، فقلت انزل لكم الفيديو اللي هو بتاع فرش العيد. وفيديو ان شاء الله يوم الوقفه هيكون احلى واحلى ان شاء الله، واوريكم بقى الحاجه اللي انا جبتها مفاجاه ونايمه احلم بيها وصاحيه احلم بيها. قعدت كده كنت غاسله كميه غسيل معتبره ما شاء الله، يعني مع اني كل اسبوع بغسل على الغساله العاديه في الاوتوماتيك، وكده كل اسبوعين بغسل على الغساله العاديه. قلت بقى اطبق وارجع، طبعا انا مطبقه الدولاب، وادام مطبقه الدولاب برجع كل حاجه كده في نظام ودقه، عشان الحاجه لسه تعبانين فيها طبعا. لكن لما تتدهول برجع اي حاجه وخلاص، كده كده اتدهولت بقى لما اجي. يعني انا كل شهر لازم الدولاب ده بتاعي ابص عليه وايه، بتاعي وبتاع جوزي وبتاع اولادي ارتبه. يعني لو شفت مثلا فانلة طالعة من جنب فانلة بتضايق بصراحة. أنا من الناس اللي بحب النظافة جدا، حتى الشرابات عندي مترتبة، هدوم أولادي صغيرة مترتبة الحمد لله. ربنا جميل وبيحب النظافة ويحب الجمال، فخلي بيتك جميل دايما، ريحته حلوة، أي حد يخش وريحته حلوة. كده انا خلصت الغسيل كله الحمد لله، طبقته، وهبتدي بقى ارصصه وارجعه تاني في الدولاب. وتعالوا بقى نشوف جوزي وهو بيعمل لي الخشب. هو الاول كان هيلمع بخل وميه، بس حسيت ان الخل بيغير الخشب. او ممكن تجيبي بيدج من عند اي بتاع منظفات، تجيبي بيدج. قال لي انا هعملهولك بالجملكه. الجملكه دلوقتي الكيلو معدي ال1000 جنيه، اتصدمت. بس هو بصراحه كان عندنا حبه موجودين بقالهم فتره كبيره، فعملهم لي بيهم، يعني ما اشتراش من الاسعار الجديده. فهو بيتعمل على 3 وشوش، يعني يدي وش وبعد ما ينشف يدي وش وبعد ما ينشف يدي وش لكل حاجه بقى موجوده في الاوضه. بصوا ما شاء الله الاوضه بقت تنطق. بس المرايه لسه ما عملتهاش، انا المرايه هعملها اخر حاجه، لان عندي اولادي عفاريت، ربنا يهديهم ويخليهم. للي عايز يشوف اولادي بيعملوا ايه معايا بالظبط يتفرج على الفيديو اللي قلت لكم عليه تفاعل ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الفيديو بتاع تنظيف السطح. اولادي كانوا معايا، قلت يطلعوا الطاقه بتاعتهم، بجد جننوني. اتفرجوا على الفيديو ده وشوفوا اولادي بيعملوا ايه. بصوا الخشب ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله اكبر في عينيا انا الاول طبعا، بيحسد المال لاصحابه. بقى ينور ما شاء الله. وهوريكم في الاخر بقى هيجيب فضه، وهيعمل لي بيها بقى الرسومات اللي موجوده في الدولاب، هتبقى اوضه النوم تحفه. بس اتفرجوا على الشكل النهائي في الفيديو بتاع بكره، عشان انا خلصت السراير، هخلص السراير معاكم دلوقتي، وخلصنا الدولاب وكل حاجه. بس طبعا كنت لازم انزل عشان عندي ننزل نجيب بقى المشتريات بتاعه العيد والهدوم الجديده للاولاد. وكمان عمل لي النيش برضو ظبطهولي بالجملكه وبالفضي. هوريكم شكل النيش دلوقتي، وهوريكم شكل الدولاب برضو. بس ما كانش ناقص لي حاجه واحده بس، فرش الارض. وفرش الارض انا كنت هعملها لكم فجاه ان شاء الله، هعملها لكم في الفيديو بتاع بكره، فكان لازم انزل اشتري حاجات. وخليت فرش الارض على طول، يعني يوم الوقفه بالليل، يوم وقفه عرفات بالليل، لان انا اولادي الحمد لله مش بيتوصوا، ربنا يخليهم. في حد قبل كده من المتابعين قال لي معلومه حلوه جدا. قبل ما اقول لكم المعلومه ديت اقول لكم دلوقتي، طبعا جوزي معايا يعني ربنا يخليه ليا، فقلت ادلعه كده واعمل له كوبايه شاي. بما ان هو تعبته معايا النهارده وخليته فضل اكتر من 5 ساعات بيظبط الخشب، ويظبط لي كمان خشب المطبخ، خلاه تحفه. ابقى اصوره لكم لاني نسيت اصوره، وخشب النيش والدولاب والتسريحه والكومودين وكل حاجه والسرير وكل حاجه. وانا الرخمه يعني في المعامله، اقول له مثلا الحته ديت مغيره، الحته ديت عايزه يتعدى عليها، الحته دي انت نسيتها. في الاخر خالص قلت له انت نسيت تعمل السرير فتعالى اعملهولي. انا رخمه بصراحه. فظبطت له كده وعملت له كوبايه شاي بالهنا والشفا على قلبه.
بعد كده نرجع بقى بالموضوع اللي قلت لكم عليه. حد قبل كده من المتابعين قال لي استمتعي باولادك، استمتعي باولادك. يعني دلوقتي اولادك حواليكي بيلعبوا بيتنططوا، تعبينك يعني، بس استمتعي بيهم بشقاوتهم وبحلاوتهم كده وهم صغيرين، ويا ماما عايز كذا، وبيفرحوا من اقل حاجه، لان بكره هيكبروا، ممكن يتجوزوا، ممكن يسافروا، ممكن ينشغلوا بالدراسة، ممكن يتجوزوا بعيد عنك، فما تعرفيش تشوفيهم، تتمنى تشوفيهم. فاستمتعوا بكل لحظة في حياتكم، استمتعوا بيوم العيد، استمتعوا برمضان، استمتعوا بالأيام الحلوة، والأيام المرة برضو هتعدي، مش هتفضل، فيش حاجة دايما، يعني مفيش حاجة دايما على حالها، ما دايم إلا وجه الله. أولادك برضو استحمليهم، وكل حاجة تعمليها أكنها لله، أكن الحاجة دي طالعة لله. انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس الفيديو انا طول اليوم تقريبا بروق من الساعه 8 الصبح، يعني لغايه الساعه 2 انا قاعده دلوقتي بمنتج لكم الفيديو الساعه 2 الفجر يعني. وبكره صيام طبعا، وبس الفيديو ينزل لكم هتكونوا انتوا خلاص، هيبقى بكره العيد. كل سنه وانتوا طيبين يا رب. اخيرا بقى خلصت كل اللي ورايا، ما فاضلش غير المرايه. المرايه ديت حكايتها معايا حكايه. بص، انا كل ما انضفها اولادي يخشوا يطبقوا عليها، كل ما انضفها ما بتباتش، والله العظيم انا عملتها اهو، وبقالها كام ساعه واولادي نزلوا، اللي دخل حط رجله واللي دخل حط ايده، فبهدلوها لي، ولسه العيد ما جاش يعني، لسه يا جماعه احنا في يوم الوقفه. فالحمد لله، فساعات بقعد بالاسبوع ما بعملهاش، فبقى شكلها بشع بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. دي المرايه التانية بقى، مرايه التسريحه. انا قلت انتوا عارفين طبعا ان انا دهنت الشقه، بيضت يعني، فالدهان مطير على المرايه ديت، وما كنتش فاضيه اني ادعكه او اصبنه. فجبت بقى سلكه، وكمان ما خدتش بالي ان في حاجات بيضه طايره على المرايه، فجبت سلكه ونضفت الاول مكان الدهانات، وبعد كده لمعتها بقماشه، وبعد كده عملتها بجورنال في الاخر خالص. المرايات ممكن تلمعيها بجلانس، بس انا ولا بشتري جلانس ولا بشتري بيدج، يعني عشان الاسعار والكلام ده كله بحاول اوفر، وبلمعها بالجورنال مفيش اي مشكله، بتلمع وتبقى زي الفل. ماشي، خلي البساط احمدي. هنا بقى التسريحه انا نضفتها، انا غيرت المكان، الحاجات اللي موجوده في اوضه النوم هوريها لكم بالشكل النهائي ان شاء الله في الفيديو اللي بعد دوت، بس وسعتها شويه. جبت هنا فرشه زي فرشه الاسنان كده، وقلت انضف الكيبورد دوت لانه اتبهدل خالص. بخليها كده مبلوله حبه ميه بسيط خالص، وانشفها واعمل بيها بلوحه المفاتيح لغايه ما تبقى نضيفه وزي الفل. هبتدي بقى ارجع الحاجات وافرش المفارش على الكومودينو والتسريحه، وانضف كمان الكمبيوتر، واشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني. طبعا وانا بروق كده في حاجات تانية انا بعملها، يعني ممكن بنتي تعمل حمامه اخش ادخلها الحمامه، اغير لها هدومها، ممكن بنتي تبقى عايزه تاكل اعمل لها اكل، ممكن ابني يبقى عايز يلعب، ممكن يبهدله حاجه، ممكن حاجات كتيره جدا، يعني مش بصور بس، وحاجات كتيره جدا. غير كمان الغدا بتاع النهارده، عملت غدا بس ما رضيتش اطول لكم الفيديو، كنت اخلي الاكل اللي انا عملته اخر اليوم، بس هحاول انزله لكم في فيديو لوحدين. كنت اليوم دوت عملت الكبده، شوحتها كده، هو كبد وقوانص بتاعه الفراخ، شوحتها ببصل وحطيت عليها رز عادي، وحطيت عليها حبه كركم متوابل، زي الرز بتاع المطاعم، الرز المبهر ده كان تحفه بجد، كان طعمها تحفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حاول انزلها لكم على قناه تانية، قناه بنتي اسمها وصفات زينه، وصفات زينه، اسيبها لكم في صندوق الوصف. دي اخر قطعه، اخر جزء او مقطع في الفيديو. وجوزي هو بقى بيعمل لي كده، هو كان عندنا لون، في لون نحاسي وفي لون ذهبي وفي لون فضي، فقال لي احسن حاجه واشيك حاجه هو الفضي. ابتدى كده هو يعمل لي الرسومات البارزه على في اوضه النوم والتسريحه والكومودينو والسرير وكل حاجه. شكل الاوضه بجد اتغير خالص، كل ما اشوف الخشب، اشوف المطبخ، اشوف النيش، ما شاء الله ادعي له يا رب ربنا يكبر بخاطره. اكتبوا له دعوه حلوه في التعليقات اللي اتفرج على الفيديو للاخر، امانه عليك، امانه عليك تكتب دعوه حلوه لزوجي ربنا يكبر بخاطره ويوقف له ولاد الحلال ويوسع له رزقه يا رب العالمين. بصوا بجد الدولاب بقى ينطق ما شاء الله ولا قوه الا بالله، دي اكتر حاجه فرحتني بجد. ربنا يكبر بخاطره ويوقف له ولاد الحلال ويفتح مشروع يقف على رجليه، لانه هو بيشتغل نقاش، وشغله النقاشه ما بقتش ماشيه اليومين دول. ربنا يكبر بخاطره يا رب. اكتبوا لي بقى دعوه حلوه ليه. وكده خلصنا الفيديو النهارده، اتفرجوا على الفيديو اللي هينزل تاني يوم ان شاء الله. بحبكم في الله والسلام عليكم.